أنا امرأة في عمري 35 سنة، أم ل3 أطفال، حاليا مطلقة. ولكن واش عرفتوا علاش طلقت؟ أنا نعاود لكم وانتوما حكموا. أنا تزوجت في سن 19 سنة، زواج تقليدي. شافتني مو عجبتها وجاو لدارنا، درنا تعارف، تفاهموا الوالدين، ومن بعدها ب3 شهور تزوجت ورحت لداري. راجلي كان ما مخصصني من والو، ولكن الديفو اللي فيه مغيار بزاف لدرجة كيخنقني بغيرته. ونهار نشكي لامي كتقول ليه غير صبري، دابا تولدي وما يبقاش محكر بزاف. ونسكت ونصبر، ما يخليني نطلع من شرجم، ما نخرج بوحدي، ضروري يكون معايا. اللباس ديالي ضروري نلبس حاجه طويله ومفضفض. دازت الايام، ولدت ولدي الاول، كنتسنى ينقص من غيرته غير ما زاد فيها. وفين ما نشكي لدارنا يقولوا لي صبري، ياك ما مخصوصه من والو. بقيت صابره حتى ولاو عندي 3 ديال الاولاد، الله يحفظهم ليا. واحد النهار جاتني عراضه من صاحبتي غادي تزوج، شحال وانا كنطلب فيه بحرا بحرا، ما خلاني نمشي. انا كنت معروضه بحالي بحال اي مرة للعرس. فرحت وشريت الكادو ومشيت للكوافوره ولبست كشيطي، عاد خيطتها اول مره نلبسها. درت مكياج خفيف وقلت العكر والريحه حتى نوصل لدار العرس ونديرهم، لانني كنت مزوجه براجل مغيار بزاف، ما كانش كيبغي يخليني نخرج بوحدي. كنت كنحس براسي بحال الا شرفت وتبهدلت بداك اللباس اللي كان كيقول لي لبسي، ولكن كنقول معليش خاصني نرضي راجلي. المهم درت عليا عبايتي ولبست الشربيل وصباطي درتو في الصاك مع الكادو وشي تخربيقات اخرين، لانه تيلفت الانتباه على حد التعبير ديال الزوج ديالي. حتى نوصل تما ونلبسو، ومع العلم اني من داري للطوموبيل ومن الطوموبيل دار صاحبتي. المهم ما علينا، مشيت فرحانه كنطير بالفرحه. قلت نفوز شويه ونخرج من الروتين ديال الدار والشغالات اللي ما كتساليش وضغط الحياه. ويا ريتني ما مشيتش. دخلت للعرس، باركت للعروسه وبدلت ولبست عليا تكشيطي وقاديت الحاله، لانه صاحبتي دايره غير العيالات بوحدهم. ولو ما كانش راجلي عارف هاد الشي ما كانش يخليني نمشي اصلا. طلقت شعري ودرت العكر في الغوز وتعطرت ومشيت جلست حدا الناس فرحانه وما قداني فرحه. لقيت صحاباتي من ايام المدرسه والجيران، شطحنا ونشطنا وحيحنا مع بعضياتنا كيف اي عرس وفي اي مجمع د العيالات. سالينا وكل وحده مشات لدارها، وانا كذلك. غادي تقولوا لي فين المشكل، وغنقول لكم هنا عاد غادي تبدا القصه ديالي. وبالضبط من بعد 20 يوم على العرس ديال صاحبتي، واحد النهار ما بيا ما عليا، كان صايب العشاء حتى دخل راجلي للدار. جا عندي نيشان، بدا كيغوت وكيضرب فيا وكيسبني وكيقول لي يا الكلبه يا بنت الزنقه شوهتينا، ما خليتي لي وجه وسط الناس، يا الشيطه. ويضرب فيا ويعاود، وانا ما عرفت باش تبليت. تصدمت وتنشوف غير في ولادي مساكن خافوا بزاف كيشوفوا فيه كيشتف عليا وانا في ديك الحاله، وهما تيبكيو مساكن. لدابا داك المنظر ما بغاش يتحيد قدام عيني. هادشي كامل وانا تنقول اشنو درت ليك، قول لي غير اشنو درت. وهو تيزيد يضرب ويبرد فيا بالجهد اللي عطاه الله. والجيران تيسمعوا وحتى شي حد ما تدخل يفكني، ولو غير يحيد ولادي من قدام داك المنظر. كليت العصا مزيان وتزرقوا لي عينيا والحمي كله ضرابي وزروقيه وحموريه وجميع الالوان ملي عيا وتهد ورخا مني. مشيت جريت عنقت ولادي والله ما فكرت في راسي وما كنت حاسه بالحريق. بقى بالي غير مع الوليدات. ناض باهم قال لي جمعي حوايجك وخوي عليا من هنا، ما نعاودش نشوف وجهك. قلت لي غير اشنو درت لك، فهمني غير علاش هادشي كامل. جبت التليفون ديالو ووراني فيديو مصوره فيه وانا كنشطح مع 2 ديال العيالات. طبعا هادشي في عرس صاحبتي اللي ما كملاتش عليه حتى شهر،
واللي هو داني برجليه، ولكن ما تقبلش انني نتصور ويتحط لي فيديو كاع الناس تشوفه. قال لي واش انا محجبك في الدار؟ وفي الاخير يعيطوا لي صحابي راه مراتك مليوح ليها فيديو تتشطح. انا زدت صدمة على صدمة وما قدرتش حتى نهضر. جمعت حوايجي وحوايج ولادي في الصاك، شي درتو شي ما درتوش، وداني حطني في دارنا في داك الليل. وصلنا حطني في الباب، نزل الدراري من الطوموبيل، حط الصاك في الارض وزاد وخلاني واقفه في باب الدار مع 5 ديال الصباح. بقيت عليهم ساكن، والديا وخوتي تخلعوا بزاف من الوقت اللي جيت فيه، وفاش شافوا وجهي في ديك الحاله كيسحاب ليهم درنا كسيده. المهم بقيت في دارنا شهرين من بعد ما وصلتني استدعاء ديال الطلاق. درت محامي ما كاملاش الشهر طلقت، وقال لي المحامي خاصك ديري دعوة على اللي صورات الفيديو واللي نشراتو باش يترباو. فعلا داكشي اللي درنا، والحمد لله قدرنا نوصلوا ليهم، رغم انني ما كانش فراسي انهم يقدروا يعرفوا شكون اللي نزل الفيديو اول مره وشكون صوروا وجميع المعلومات. البنت اللي صورات عندها 21 سنه، تحكمات بسنة ونصف سجن نافذة، ومعاها ماماها تحكم عليها بغرامة مالية 20,000 درهم، لأنهم تسببوا لي في خراب بيت الزوجية بسبب التشهير وتصوير فيديو من دون إذن والتدخل في الحياة الشخصية، وكذلك البنت اللي بارطاجاته أول مرة. انا ما كنتش بغيت هادشي لدوك الناس، ولكن علاش تصورني؟ وعلاش امها كانت حداها وما قالت ليها والو؟ ما قالتش ليها شنو كديري؟ ما تصوريش العيالات. علاش امها ما هضراتش معاها؟ والبنت راه كانت كبيره ماشي قاصر. شي مرات تنحس بالذنب لانني بحال خربت ليها حياتها، وشي مرات كنقول تستاهل اكثر لانها خربات حياتي وحياة وليداتي. المشكل حتى واحد ما رحمني ملي طلقت، ولا كلشي كيقول حصل عليها الفساد، داكشي علاش طلقها. كثرت عليا الهضره بزاف. انا دابا رحلت من المدينه اللي كنت فيها، اللي فيها دار والديا، لان الناس ما رحمونيش، حتى من العائله كلاو لحمي وهضروا فيا، وكلشي كيقول راجلي لقى عليا الفساد، داكشي علاش طلقني. كلشي كيطعن في الشرف ديالي. ملي كنقول لهم راه غير حيت تلاح لي فيديو تنشطح في عرس مع العيالات، حتى حد ما كيتيقني. انا دابا في مدينه اللي بعيده على دارنا وعلى اي واحد كيعرفني، خدامه وكنتعاون بالنفقه، ودارنا الله يخليهم ليا معاونيني. المهم نصيحه لوجه الله، ما تخربوش حياة الناس، لانه حتى حياتكم غتخرب في المقابل. وبالنسبه للعيالات ردوا بالكم، كتبغوا تنشطوه وتبدلوا الروتين، ولكن كاين ناس خبيثه همهم غير المشاهدات ولا تشوهك. ردوا بالكم. والقصه ديال اليوم هكا كانت قصه اللي حقيقيه للعبره. كنتمنى اللي مازال ما اشترك في القناه ديالي يدير اشتراك دابا باش تعاوني نكبر القناه، وخلي لي اعجاب على الفيديو، وحاول تبارطاجي الفيديو مع الناس اللي قرابين ليك باش ما يطيحوش في نفس غلط صاحبة القصة.